داكشي اتصلت بيه تمايا، جاوبنا كاميرا وهي تقول ليه روز سبحان الله العظيم راه الوليدات والله القسم الا كيسمعوا تيفهموا كلشي اللي داير بين الوالدين، عرفتوا كلشي كيعرفوه. قالت ليه بابا انت غادي تدينا انا ماما روز رزان بحال هكا كتحسبهم حيت هي كتحسب. قالت ليه تدينا للدرجه جديده نيوهم. شوفوا حق الله العظيم. ويقول لها شنو عاودتها ليه، وانا نقول لرازا بقيت كنسكت رازا معاك كتهضر بالزربه، وانا نقول لها شوف سكتي باش نهضر مع بابا كنشوف. ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين العزاز والغاليين، كنتمنى من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. وبغيت نسولكم المتابعين العزاز، وغادي نخلي لكم التعاليق مفتوحة اللي فرح بهاد الحلقة اخواني اخواتي، واللي عجبو هاد الخطوه وهاد البادره اللي دارتها اختنا سكينه ويبارك ليها كذلك في التعاليق. غادي نخلي التعاليق مفتوحه وغادي نشوف الاراء ديالكم. ما عليناش قبل ما غادي نبدا بهاد الحلقه اخواني اخواتي، ما تنساوناش من واحد لايك تشجيعي ديالنا فرحه بهاد الاخبار هذه. اللي ما مابونيش في القناه كذلك يتابونا باش نكبروا العائله ديالنا. المهم انا عندي جوج ديال الملاحظات اخواني اخواتي، جوج الملاحظات غايه في الاهميه، وكذلك غادي نعطيو واحد النصيحه لسكينه. قبل ما غادي ندخلوا في هاد التفاصيل، فالجميع كيعرف بان هاد المشكل اللي واقع لسكينه، الا بغينا نقولوا اي بنت مزوجه عندها وليدات ولا ما عندهاش وليدات، راه ممكن لواحد النسبه كبيره انها تذوق واحد شويه ديال المعاناه من هذا الشيء اللي كتعاني سكين. الا كنتي في المغرب حاله، الا كنتي خارج المغرب سواء في اسيا سواء في اوروبا سواء في امريكا اللاتينيه حاله اخرى. يعني غير ديك الوضعيه اللي غادي تعيش فيها هاد المشاكل غادا تكون غير الاجواء اللي مبدله. هو صحيح كنقولوا ملي كتكون قريب للوالدين وقريب للخوت والاهل والاحباب كيهونوا بعض المسائل، ولكن ملي كتكون خارج ارض الوطن، محكمه اجنبيه، قوانين لا علم لك بها، ناس محامين، امور اللي لا تعلم عنها شيئا، راه نتحدى اي واحد واي بنت سواء مشات للخليج وتزوجات سواء في اسيا سواء في اوروبا، اثناء توقيع داك العقد ديال الزواج تكون طلعت على كاع دوك القوانين بالحذافير ديالهم. راه طبيعي جدا باش ما ندرقوش الشمس بالغربه. انا كنعتبر الاخوان والاخوات، كنعتبر سكينه نموذج ولا انسانه اللي تاخذ بها العبره، تاخذ بها شنو كيتسناك في الزواج المختلط. الا جينا نهضروا على الموضوع بصفه عامه، شنو كيتسناك بحلوه وبمره. راه كاين دابا البنت اللي مثلا كيتقدم لها زوج اجنبي سواء خليجي سواء اوروبي سواء هذا، يعني كتطل على دوك الاساسيات ديال المارياج. خاصو يكون مسلم، كذا وكذا. ولكن ملي كنجيو كندخلوا للصح، مثلا لا قدر الله كيوقع شي مشكل، شي خلاف عائلي، شي طلاق مثلا، شي زواج مثلا ماشي زواج ولكن ملي كيوليو الولاد وكيكثروا المشاكل وهذا، عاد كتبقى الفتاه او المراه او المتزوجه بهذا الزواج المختلط عاد كتبقى تقلب على حلول لدوك المشاكل اللي ما طلعتش عليهم في الاول. ولكن هنا ما يمكنش غادي نعاتبها، اولا بالاحرى الناس اللي مازال ما دخلوش على هذه التجربه هذه تعاتبهم. علاش؟ لان بحال سكينه ما غاديش تعاتبها، لان الامور كلها جات على غفله. حنا عارفين القصه، سكينه مشات صغيره، سكينه مشات في واحد الظروف اللي تكلمنا عليها وتكلمنا عليها بزاف المرات. ولكن هادشي اللي كتاب الخطير في الامر شنو هو؟
الخطير هو ان كاين فرق بين دولة أوروبية ودولة آسيوية. ملي كنجي نشوف الدولة الأوروبية كنلقى بزاف ديال الامتياز، ولكن في الدول الآسيوية كاين شي امور اللي ما غاديش نسميها بين قوسين تخلف، ولكن غنسميها صرامة وحفاظ على التراث وعلى الهوية ديال ديك البلاد. باش تحافظ على الهوية ديال البلاد ديالك راه غتضحي بشي امور باش تخلي دوك الحوايج يبقاو بلادك تتميز بهم، بحال الاصل، النسل ديالهم، العادات، الاعراف، التقاليد، بزاف ديال الامور كتبقى شادهم ديك الدوله. واخا تقول عليها انت لا حقا دوله متخلفه ولا دوله، لا لا لا، ما كاينش داكشي، ما عندهمش هما متخلفه. سير شوف الاقتصاد ديالها، سير شوف الصناعه ديالها، غتلقاها من اعتد الدول في العالم. ولكن هاد الامور هادو ما يشوفهمش الانسان تخلف. بحال مثلا القضيه ديال الكفيل، هما قوانينهم كيكوك، يعني انت اللي داخل عليهم، انت اللي غادي تدخل عليهم، انت خاصك ترضى بداك الشيء اللي حاطين هما في القوانين ديالهم. ما عليناش، هادشي كلشي ناقشناه. وكما قلت لكم اي اخت تقرر او انها تدخل هذه التجربه ديال الزواج المختلط خاصها تاخذ التجربه ديال سكينه بحال واحد المرآة، تبقى تشوف فيها راسها من هنا لقدام. ما تشوفش غير دوك اللحظات الخطوبه، جاي العريس راه في النهار الاول راه كيجي فرحان، كيجي هو والديه، العرس تخسر عليه فلوس، ولكن ماذا بعد الزواج؟ ماذا بعد مغادره الوطن؟ شنو من وراء تخلي باك وتخلي امك وعائلتك وخوتك وتشد الطياره وتمشي لواحد البلاد اللي اجنبيه؟ شنو من وراء؟ شنو كيتسناك؟ شنو كيتسناك؟ يعني سكينه بحال بغيتي تقول واحد لانسيكلوبيدي ولا واحد الكتاب يتعلموا منه ناس اخرين. كاين ناس اللي تشفاو فيها، صحيح، كاين ناس اللي تشفاو فيها اللي قالوا لها سراك شداك كذا، بحال راه ناس كانت تعلم بمصيرها وبشنو مكتب ليها الله. ولكن الا جينا نهضروا منطقيا، راه حتى شي انثى او حتى شي زوج او ذكر ما عارف شنو كيتسناه في المستقبل، لا يعلم الغيب الا الله. غير هو كنديروا بعض الاساسيات كناخذوهم في حياتنا. مثلا كدير جميع الاحتمالات كديرهم قبل ما تدخل لهذا الزواج. تسول مثلا لا قدر الله واحد فينا ما كيولدش، يلا واحد فينا ما كيولدش، انا طلع لي الدم ولا هي طلع ليها الدم، شنو غنديروا؟ شنو كاين الحل؟ واش تسحب راسك مثلا في المغرب كيتعطى حق ليك نتايا كمواطن مغربي كذا كذا. وكما في المغرب كيكون عندك واحد الامتياز لانك ولد البلاد واصلك مغربي وكذا كذا، راه حتى هما داكشي اللي كيديروا. فهاد المسائل هادو سكينه ما ندماتش عليهم لان ما كانتش عارفه. المهم ما عليناش. اليوم الحمد لله والشكر لله بعد واحد المعاناه كبيره معاناه ديال بصح. واشد ما رايته في المعاناه هو نهار خلات بنيتاتها في ماليزيا ودخلات للمغرب. دخلت المغرب، ديك الدخله اللي كنقولوا دخول بدون رجعه، يعني ممكن انها تدخل وما ترجعش. غتقولوا لي كيفاش؟ تقدر توقع شي حاجه ما، لان الزوج انذاك ولا في ديك الوقيته كان متهور جدا، وكان وصل لواحد المرحله اللي ما يمكنش انه باقي عاد نقولوا غادي يرد فيها سكينه. كان يسد عليها، يعني ما باش توصل تعاود تدخل تحط رجليها في ماليزيا كان خاصها ما يوم. ولكن الحمد لله والشكر لله جات دارت بعض الاجراءات، قضات واحد الامور. كانت الام ديالها، وبالمناسبه تحيه للام ديالها اللي صراحه هي بوحدها يعني الافكار والنصائح والشكر الجزيل للمتابعين بوحدها خاصها فيديو. يعني باش تجي تهضر في هادشي كامل يعني غادي يكون الفيديو طويل. ما عليناش، غادي نخليو التحيه للام ديال اختنا سكينه، غادي نخليو ليها فيديو بوحدها. المهم غادي نتكلموا غير على هذا الصلح اللي كنتمناو انه يكون الصلح. وفي الصلح خير، لان الصلح خير ايه قرانيه قداش في سوره البقره معروفه. الصلح خير يعني في جميع الحالات. غير هو هذاك التعنت اللي كان وشد الحبل ما بين سكينه حتى هي ببركتك كتشد واحد شويه وهو كيشد واحد شويه. ولكن المتابعين كانوا حكماء، متابعين فيهم ناس تبارك الله اللي والدين، ناس عندهم وليدات، ناس عندهم تجارب في الحياه. راه الاغلبيه ديال التعاليق اللي كانت كتكتب لعند سكينه، هو راه ما غاديش يفهم الدارجه ديالنا، ولكن سكينه فاهمه
وعرفت بان هاد الناس هاد الناس هادو اللي تيكتبوا لي التعاليق فين تيعرفوني ولا تنعرفهم، ولكن الناس كيبغيوني. ومادام انهم هاد الناس كيبغيوني وكيبكيو عليا وكيبحثوا معايا وكيقلبوا لي على حلول وكينصحوني، اذا فخصني ندير بالنصيحه ديالهم. ومن بين النصائح ديال المتابعين اللي كانت يعني ما تشدش ديك الحبل نيت ديال سكينه. وسكينه كاين واحد الامور اللي غادي نقولهم ليها بهذه المناسبه، ديال انها مثلا غدا تفتح واحد الصفحه جديده. كيف ما شفت انا في الفيديو، يعني كانت واحد اللقطه كتصور برا، كانت الشتيوه، وبالصدفه جا غزالي جاي داخل يعني وتكلمت عليها هو جاي كذا كذا. يعني هو غادي يشوف هذا الفيديو هذا، من بعد غيشوف الفيديو مراته راه بطبيعه الحال مازال على الذمه ديالو، غيشوفو غتجي بحال هي معيقه عليه، كتصورو كتجسس عليه شي حاجه بحال هكايا. يعني الا بغينا نقولوا هاد القضيه ديال انني نذكروا في الفيديوهات هادشي من بعد ان شاء الله من دار الامور نخليه هو بعيد، لان سكينه بعض المرات غير في هذا الفيديو هذا تكلمت على واحد القضيه كتقول لك انا مازال فيه الكذوب، مازال فيه هذا. حنا شوف حنا بحكم كثره الفيديوهات اللي تفرجنا وكثره المعاناه اللي شفناك معها ودا، ولينا عارفين الشخصيه ديالو واضحه باينه. ومن ذاك النوع هي صراحه كاينه عند الرجال، النوع ديال الناس اللي ما كيبغيوش لا يعترف بالهزيمه ولا يعترف بشي حاجه سميتها استسلام. طيري جري نقزي ديري اللي يعجبك، انايا ترونكيل ما عندك ما تقيسي فيا، كنبقى انا راجل. هذه عقليه عنده وكنحسوا بها في الفيديوهات. يعني الا جيتي تشدي معاه الحبل انت اللي غتكوني خاسره، بجميع الاحوال. المهم عاد ديك اللقطه راه بانت، راه الى لاحظتوا راه بانت في الفيديو ملي دخل ديك السلام ما كانتش واحد الفانت ديريكت عند البنات. الله يحسن العوان، الله يسمح لنا من الوالدين، راه بنيتاتو هادو راه ما يمكنش انه غادي يسمح فيهم وما يمكنش انه غادي يدوزهم. فاش جا شافهم هما الاولين عاد هي قالت له السلام. فاش قالت له السلام رد السلام وكيتسنى واحد القضيه اللي فيها كذلك هويه ديال البلاد، من الثقافه ديالهم والهويه ديالهم. راه ملي كنقول هويه راه ما يمكن اي دوله غتسمح في الهويه ديالها. هذيك اللقطه ديال تقبيل اليد، بوسال اليد، حنا كنعرفوها، حنا كنديروها مع والدينا. هذا بزاف ديال الامور، ناس اللي حكماء الفقيه، الناس اللي كبر منا اعلى مقام منا معروفه، حتى هما عندهم هذه القضيه ما بين الزوج والزوجه، الزوجه تقبل يد زوجها. يعني كان كيتسناها. فاش سكينه بالزربه لاحظاتها وبالزربه طيحت كما كنقولوا كواريها، بالزربه هي اللي دارت ديك التسليمه غير باش تمتص داك الغضب. مباشره من بعد ما دارت ديك التسليمه غادي كما كنقولوا حنا غادي يتفش، غيجي داك العناق. فاش سلم عليها هي سكينه قالت راه سلم غير كما كنقولوا غير حيت حدا بناته. لا، هذيك راه فيها واحد حيت لكل فعل ردة فعل. راه الراجل يقدر يذوب بكلمه والمراه تقدر تذوب بكلمه الا كانت واحد العلاقه اللي كما كنقولوا فيها موده وفيها بزاف ديال الامور، ما تكونش مبنيه غير على مصلحه كذا كذا. هذاك رد فعل ديال الفعل اللي درتيه سكينه، الفعل اللي درتيه هو انك بادرتي بتقبيل اليد، هو جا داك الرد عفوي ابار البنات وكذا وكذا. عاد كاينه واحد شويه ديال الصوره قدام البنيتات حيت فرحانين، وراه كانت قبل ديك الابيل فيديو اللي تا هما كانوا متحمسين وفرحانين وباغيين يمشيو يشوفوا ديك الدار، لان فيها يعني غتكون اكثر بالنسبه لي انا غتكون اكثر راحه من هذه اللي فيها. علاش؟ بزاف ديال الامور راه شرحتها لكم سكينه في شحال من فيديو. غير هو شنو اللي واعر غير هذيك البدايه اللي كتكون صعيبه. ملي كتكون البدايه صعيبه ديما كتبقى خايف. كنعرفوا بانه كذلك هو انسان مادي، هذه كنسطروا عليها بالبند العريض، انسان مادي. يعني دائما كتلقى القضيه ديال الماده، الفلوس كذا 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 كتدور لي على بال واحد الوقيته وصلت لدرجه انه سيساوم فيزتها بمقابل دعم مادي او شي حاجه ماديه.
واش فهمتوا؟ بالرغم من انها راه الزوجه ديالو عندها معاه وليدات وكذا ما شاء الله تبارك الله، شفناهم فرحانين. ولكن هنا شنو غادي يجي؟ هو الله يحسن العوان، راه الحديد وكيرشى، ولكن باش ان سكينه في هذا العمر هذا وفي هذه الوضعيه في هذه الحاله هذه غادا تزيد تصبر، فما كيجمعها غير الفم، هذه باش نتفقوا عليها. ولكن مادام اننا كنشوفوها صابره وغاده شاده كما كنقول، هاد الطريق هذه حاضنه على دوك الوليدات باش ما يتشتوش، النص يمشي لهيه والنص يجي هنا، ولا هي تسمح فيهم، وهو الحمل ثقيل عليهم بجوج. يعني الا كانوا مفارقين هو ما غاديش يرتاح، وخا يجيب الخدمه اللي غادي يجيب ديما غيبقى هذاك الصوت ديال بناتو ورا ظهره. هي عاوتاني ما تقدرش انها تخليهم ليه وتقول ليه هاك ها المسؤوليه، واش داني القرع نمشي نشطيه راسو ونجي للمغرب ونرتاح تا تمل منهم وهما يكبروا وراه غادي يعرفوا امهم وراه غيتفرجوا في الفيديو وغيعرفوني بانني ماشي ظالمه وماشي انا درت مجهودي اللي عليهم وكذا وكذا. ما تقدرش، ما غاداش تقدر بامكانك ديرها، ولكن راه ما غتقدرش، لان الله يسمح لنا من الوالدين كبده صعيبه. فداك الشيء علاش كدير جميع الحلول كل نهار كنسمعوا. اليوم دارت مع هذه المحاوله، غدا المحاوله هذه باءت بالفشل، وكنتمناو لان انا صراحه اليوم متفائل، انا جد متفائل بهذه البادره اللي وقعت. وصراحه في نهايه الفيديو سكينه قالت واحد الكلمه اللي مهمه، او الوالده ديالها ما سكينه، يعني الوالده ضاربه في السن، عندها تجارب بزاف د الحوايج، قالت الله يهديه، الا غتجي شي حاجه راه غتجي من عند الله عز وجل. اما بخصوص هاد القوانين وشنو غادي يوقع وكذا وكذا، فحتى شي واحد يعني ما كيضمن ان سكينه في هاد القضيه رابحه، ولكن الله عز وجل قادر انه يردوا الجدد الصواب، يردوا الطريق عند وليداتو، يردوا يحسن بوليداتو، يتكلف بهم، يتقاتل عليهم، قادر انه يهز الزوج ويحط الزوج. راه في المغرب هادشي دابا ملي كنهضروا عليه راه واقع في المغرب، راه كاين نساء اللي تزوجوا مثلا بازواج اللي مبليين، كاين اللي مبلي بالقصاير، كاين اللي كيقمر، كاين اللي ما عرفت شنو كيدير، مبلي بالخروج بالليل، مبلي بالصفر، مبلي بهذا، تتسولوا على ولادك ولا على دارك، ما كاينش هو كاع في هذا العالم. ولكن النساء الحرات والامهات ديالهم، الام شنو كتجي كتقول لبنتها صبري، والمراه شنو كدير كتشدها وتقلبها بك وتصبر، وتقول غنصبر على ولادي، وكيبقى الدعي وكذا وكذا حتى كيجيب الله التيسير. ولكن هذاك الشد الحبل بين المراه وزوج عمره ما كيخرج الحل، عمره ما غيخرج الحل، غير كونوا هانيين والله ما غيخرج الحل ديالو باين. في نهايه المطاف كيوقعوا المشاكل، طلاق، تشرد، الدراري في جي، الاب في جي، الام في جي. الام شنو كتقول انا مراه نرجع شبابي ويجيب الله وشحال ما درت غنتزوج. الراجل تيقول لك انا راجل، انا فين ما مشيت غنتزوج. شكون كيبقى الضحيه؟ كيبقاو هذوك الوليدات. وهاد الوليدات هادو فعلا ديال سكينه لحسن الحظ مازالين باقيين صغار، مازالين ممكن انهم بحكم ان المدرسه مازالين تيقراو، مازال كاينين المدرسين، مازال كاينين عندهم واحد بحال الطبيب النفساني كيكوتشيهم، وهذا يقدروا يتجاوزوا هذه المرحله. لان بيني وبينكم راه الا تموتا كبروا بهاد العقد هادو فصعيب انك تصلح. راه غادي يرجع الراجل لمرته ويتقادوا ويوليو سمن على عسل، ولكن واش غتقدر ترد هذيك النفسيه اللي تدمرات ديال الوليدات الصغار؟ ما غتقدرش. غتلقى ديك الساعه غيكبر الدري او البنت ولا هذا يكبر كله عقد، وغتولي في الاخر شنو؟ هذاك الجري اللي كنتو مثلا دايرين بحال نتوما بحال المش مع الفار، غتوليو بحال السمن مع العسل، جارين معكم واحد تجريو به لا قدر الله السبيطارات والمشاكل، وغير باش يرجع ديك السلامه النفسيه ديالو. المهم فالحمد لله كما قلت لكم بدايه ان شاء الله، بدايه خير لعله خير. سكينه مازال تصبر، مازال تزيد تصبر. شحال الوليدات تبارك الله راه 12 عام الفوق، راه ماشي سهله يعني تزيد انسان يصبر عام، صبر عامين، صبر 3 سنين، ما عندكش مشكل. ولكن يخدم بنادم عقله كما كيقول لك واحد المثال، عرفت كيفاش تيقولوا ليه، ما
عرفت كيفاش تيقولوا لي كاع، زعما غير بحال درك عين، غمض عين ودرك عين وغير دوز، غير دير ديك امور 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 حتى تقضي غرضك. لان الغرض ديال سكينه معروف شناهو، معروف الغرض ديالها، يعني هي خاصها تبقى تحاول. خليني من ديك مره نصيفط ليه كلمه في الفيديو، ومره نبين ليه تصويرته قدام المتابعين. هو راه حنا عارفين اللي كاين، حنا عارفين اللي كاين، ولكن هو راه ما يمكنش غيكون مريح جالس وما غاديش يشوف مراتو شنو قالت، وكيفهم الدارجه وكيفهم اللغه العربيه وعارفه. اذا هي عاوتاني خاصها واش فهمتوا المتابعين البلا. المهم هذا اللي كاين اخواني اخواتي في هذا الفيديو، في انتظار ان شاء الله اننا غادي نديروا واحد رياكشن على الفيديو ديال الوالده ديال سكينه، لانه فعلا فيه دروس كثيره وغادي نفيقوا بها سكينه، لانها هي خدمات العاطفه في الفيديو، تفرجت عاطفيا، ولكن الكلام اللي تقال ما ردتش له البال. ان شاء الله غادي نديرو في شي فيديو اخر. فهذا اللي كاين اخواني اخواتي، احييكم وشكرا لكم بزاف. اضرب لكم موعدا ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش زلزلوا لنا الفيديو باللايكات ان شاء الله، اللي ما مشتركش يشترك. نتلاقاو في شي فيديو اخر، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.